السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى سلام على أحلى مشاهدين، معاكم أم مؤمن. حبايب قلبي ومتابعينا الغاليين، معاكم ام دودي. النهاردة يا حبايبي بناء على طلب متابعتنا لوجين الأمورة العسولة روجين البارودي عملنا لها صينية البسبوسة، ويا رب كده تنول إعجابها وإعجابكم كلكم يا حبايبي. وان شاء الله باذن الله مقاديرها سهله حبايبي قوي قوي قوي، وطريقتها كمان سهله. وان شاء الله تنفذوها عندكم في البيت ان شاء الله وتنول اعجابكم، وتعتمدوها برضو من حلويات شهر رمضان الكريم بإذن الله. احنا حبايبي مقطعين قطعه اهي من الصينيه قدام حضراتكم اهي. بص الجمال، بص الطعامه والحلاوه، يعني بصراحه تحفة جميله جميله جميله. دودي عمالة تاكل منها مش مستنية حتى. بصوا عماله تقع عينها فيها برضو. بص هي هتقع اهي عشان بتاكل وانا بصور مش عارفه اشوف، عايزه اكل انا كمان. ما شاء الله. هي المقادير عندنا هنا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده. ايوه هنبدا كده حبايبي. هنا معانا كوبايه ونص سكر فيما يعادل 250 جرام. هنا 3 كوبايات سميد فيما يعادل نص كيلو. وهنا نص سمنه ونص قشطه. ومعانا هنا كوبايه لبن وكوبايه ونص كوبايه ميه، وهناخد نص الزبديه. ومعانا معلقتين عسل كلوكوز، وهنا 3 معالق جوز هند وفانيليا. دي مقادير البسبوسه حبايبي. هنخش دلوقتي على مقادير الشربات. احنا هنعمل الاول الشربات الاول عشان يبرد ويبقى دافي شويه، وعقبال ما نعمل البسبوسه زي ما حضراتكم شايفين كده. معانا كوبايتين ونص سكر وكوبايتين ونص ميه. السكر قد الميه بالظبط. ومعانا وهننزل دلوقتي احنا هننزل بالمعلقه بالكوبايتين ونص السكر، معاهم الكوبايتين ونص ميه، ومعاهم كده معلقه سمنه على معلقه عسل كلوكوز ورشه فانيليا. وطبعا معانا الليمونه لما تغلي هناخد نص ليمونه، نص عصره ليمون. حبايبي هنا الشربات ما بيبقاش تقيل قوي، يعني هنا الميه قد السكر بالظبط. ولازم يبقى الشربات دافي، ما بيبقاش سخن يا حبايبي. في البسبوسه ما بيبقاش سخن، يبقى دافي. ومعلقه السمنه برضو البلدي السمنه البلدي حبايبي بتدي للشربات كمان طعم حلو جدا لما بيتحط على البسبوسه. وحطينا بقى كيس الفانيليا، وهننزل برضو بمعلقه العسل الكلوكوز. برضو بتخلي الشربات حلو كده حبايبي، وما بتخلوش يكرمل معانا. طبعا هنسيبهم الخليط ده يغلي كده على النار. يبقى احنا كده عملنا الايه الشربات بتاعنا. هنسيبه يغلي. اول ما يغلي غلوتين 3 كده هنبقى عصرين نص ليمونه، وهننزل بيها على الشربات بتاعنا عشان يعقد معانا. طبعا السمنه بلدي 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 يعني مكلفه واحده صاحبتي بعتت لي زبده فسيحتها بقى. صاحبتي حبيبتي. هنا بص الشربات جميل ازاي، ولا تقيل ولا جميل. هو ده المطلوب، هو ده سمكه يا حبايبي. هنسيبه بقى لغايه ما يبقى دافي كده، ونعمل بقى مع بعض البسبوسه. اول حاجه في البسبوسه حبايبي هنحضر المقادير الجافه. يعني هننزل بالسميد زي ما حضراتكم شايفين، 3 كوبايات سميد فيما يعادل نص كيلو. ومعانا كمان يا حبايبي 3 معالق جوز الهند والفانيليا، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب. وممكن يا حبيبتي برضو تضعفي المقادير لو هتعملي الصينيه تكون كبيره او كده، ضعفي المقادير بتاعتك. البسبوسه حبايبي ما بتحطلهاش بيكنج باودر، ما بيتحطش للبسبوسه بيكنج باودر. هنا جوز الهند برضو بيدي طعم حلو قوي قوي للبسبوسه. اهي نقلبهم كده مع بعض ونسيبهم على جنب. عشان اول ما نخلص الحاجات اللي على النار نروحهم منزلينهم عليها كده. قلبنا كل المواد الجافه مع بعض زي ما انتوا شايفين معانا. لازم يتقلبوا كلهم مع بعض كده حبايبي. هنسيبهم بقى على جنب. هنعمل نعمل بقى اللبن. الخطوات دي كلها. عندنا كوبايه لبن، هناخد معلقتين زبادي، يعني نص المعلقه، نص العلبه كده تقريبا. هندوبها بقى في اللبن برضو ونحضرها ونسيبها على جنب كده كده عشان الزبادي كلها تدوب في اللبن. لسه كان في نص كده قلت اخده بالمره. طبعا الزبادي بتدي لها طراوه كده جميله وبتدي لها مزازه لا حلوه بجد. طبعا الصينيه برضو
دهناها، حطينا برضو سمنه بلدي. بلدي برضو بتاكد يعني. لا فعلا بجد البسبوسه حبايبي بالسمنه البلدي بتفرق بصراحه، بتفرق جامد. انت حتى لو عندك شويه قشطه من وش اللبن محوشاهم او كده، سيحيهم وشيليهم للحلويات اللي زي دي. يا والله دي واحده صاحبتي حبيبتي بعتلي امبارح زبده جميله جميله جميله، سيحتها وقلت دي رزق البسبوسه بقى. رزق البسبوسه. هي حضرناها برضو ونسيبها على جنب عشان احنا عايزين الزبده دي تجمد شويه. هنا بقى حبايبي على النار في حله نضيفه كده هننزل الكوبايه ونص سكر بتوعنا، معاهم نص كوبايه الميه. انا بشبع الحله دي. نعم بشبع الحله دي. نعم مش معنى انتي بتشبعي اللي عندي، انا بشبع الحله دي برضو. نعم. دي بص ازاي انا بشبع الحله دي. يعني عايزه ايه يعني؟ مش احنا قلنا نمسك لبعض بقى، انا بشبع الحله دي يا ام دودي. ايوه ومعانا هنا السكر يا أيوة حبايبي. معانا السكر بنقلبه. غلوش. انا بشبع الحله دي بقول. خلاص فضحتيني. السكر حبيبي ده هنعمل ايه بقى فيه؟ هنكرمله. أيوة. طبعا بس كل شويه نخلي بالنا منه. يعني ما نسيبوش على النار ونمشي ولا نروح يمين ولا شمال، خلينا ايه جنبيه. وخلي بالكم يا حبايبي ما تخلوهاش برضو تتكرمل وتغمق قوي، لان كل ما بيغمق بيبقى طعمه كل ما بيبقى مر. مين ده؟ مين مر ده؟ مر امير الامراء. فين صفاء؟ تعالي يا صافي اجيبها لك بقى المره دي، انا اللي هجيبها لك المره دي. هنا السكر داب يا حبايبي كده في الميه، بس احنا هنسيبه لغايه ما يكرمل معانا برضو. بس احنا كان ممكن نكروتكم برضو في الحته دي، بس احنا ايه مرضناش، فاحنا واحده واحده كده نوريكم ايه السكر هو بيتكرمل. بالراحه يعني. ايوه حبه حبه. لازم ايدينا على طول فيه حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده بدأت كده ايه برضو تتشرب من الميه، والميه كمان تتبخر معانا، ويتفضل بقى ايه السكر اهو يبدأ بقى يتكرمل ويدينا اللون الحلو اللي احنا ايه عايزينه. ما نتعبش يا حبايبي، خلينا قدامه ما نسيبهوش، حرام، ده كوبايه ونص سكر يعني حرام. احنا بنقلب وما نسيبش التقليب خالص، على طول نقلب فيه كده زي ما حضراتكم شايفين، عشان برضو طبعا ما يتحرقش من جانب وجانب لا، على طول نقلب كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، بدأ يعني يدي اللون الذهبي الفاتح قوي برضو معاه، مش سايبينه لدرجه انه كان بيصرخ حرام ضربتوني كتير. ما تزهقيش يا حبيبتي، عشان في الاخر خالص تطلع معاكي كل حاجه مظبوطه. انتي مكلفه وصارفه وسمنه بلدي. ايوه انا كنت عايزه اقول برضه يعني بس. والله جاي لي هديه. هي اي حاجه الواحد بيعملها بضمير بتطلع بسم الله ما شاء الله حلوه يعني. كده بصوا حبايبي بدأت كمان ايه الميه خلاص تبدأ خلاص تختفي خالص، ويبدأ بقى اللون معانا يبدأ يدينا اللون الذهبي الحلو كده. احنا بنعملها معاكم بالتفصيل التفصيل عشان ايه نرجو بقى ايه ان حضراتكم ما تزهقوش مننا يعني. عشان ايه برضو ترجعوش تقولوا ايه ده كل ده. لا مش هيقولوا، هم حبايبنا وبيحبونا. واحنا كمان بنحبهم. بس كل ما بيغمق بدرجات بسيطه فتعرفي انك انتي ماشيه صح يعني، ما تحرقش مره واحده، ما تلسعش بجنب فوق اهو، انا برضه همسك. ما تلسعش من جنب وجنب لا. اهي هيغمق بقى كده دلوقتي اهو. بس خلي بالكم يا جماعه والله بيبقى يعني نار بجد. انا كل شويه التليفون يتطفى من كتر السخونيه. والله الفلاشه بتتطفى من كتر الصهد. اهي في قبضه يدي اهي خلاص. في غمضه يدي في قبضه يدي في غمضه يدي. ابص اللون بدأ اهو يبقى ايه ذهبي حلو كده. احنا برضو لسه هنغمقه سنه كمان. يا دوبك سنه يعني على رأي المنودي، يا دوبك سنه.
بقى لها ياما ما قالتش يا دوبك دي. يا دوبك يعني، يا دوبك كده يغمق تطلعها مره واحده. كل ما ده كل ما بيغمق. تمام كده اهو. يا مسهل الحال يا رب. يا رب. الواحد وهو بيشتغل ما بيحسش، لما يجي يسجل هو اللي بيحس. هو في ايه؟ اهو في وصل الحمد لله يا ربي. وصل. هننزل ايه يا حبايبي بقى بكوبايه اللبن بالزبادي اللي احنا ضربناها مع بعض. نبعد شويه برضو كده ما نبقاش مقربين. ايه خلي بالكم برضو في الوقت ده يا حبايبي لا بتطرطش والله بتبقى مشكله. عشان كده مدوجي عاملاها في حله غويطه شويه. عشان ايه؟ خلاص الحله بتاعتك يعني اللي هي بتاعتك. يعني لا انا بقول لهم يعني يعملوا، ما انا عارفه خلاص ان اللي يعملوا في حاجه تكون غويطه شويه عشان الطرطشه لا قدر الله ما توصلش يعني. احنا نزلنا اللبن دلوقتي بالزبادي يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين اهو. ونقلب نقلب نقلب نقلب. هننزل بنص كوبايه سمنه البلدي برضو. البلدي هي يعني بصوا بتاكد يعني. هي اصلها حلوه بالبلدي صراحه. وطبعا هننزل بقى بالقشطه. قشطه اللبن اللي احنا بنجمعها حبايبي عندنا اهي. يعني حوالي من نص كوبايه ل3/4 كوبايه يعني. زودي هتبقى حلوه يعني. الحاجات اللي هي الحلويات الشرقيه دي عايزه دسامه والقشطه والحاجات دي بتبقى يعني هي مشهوره بيها يعني. هنا بص حبايبي كله اتشرب في بعضه. ونزلنا بقى بمعلقه عسل الجلوكوز. هم معلقتين بس ايه يعني، معلقتين عسل جلوكوز بس. طبعا هم ماسكين في الكوبايه في المعلقه ومش عايزين ينزلوا. وانا ماسكه. انت دهني المعلقه زيت قبل ما مش حكايه كده انا ماسكه البتاع مش عارفه. مشكله بتبقى. هنا بقى دقيق البسبوسه اللي احنا حطينا عليه جوز الهند وحطينا عليه الفانيليا. نزلنا بقى دلوقتي بالايه بكل الخليط المواد الجافه دي. طبعا طافيين النار يا حبايبي. احنا كده طافيين النار. المواد الجافه دي كلها على ايه؟ على السكر الكراميل والسمنه والقشطه. نلمه كده يا حبايبي بالسميد بالمضرب كده. نلم السميد بالسمنه والحاجات اللي احنا عملناها. وطبعا احنا كده كده دهنين الصينيه خلاص ومجهزينها تمام. والسمنه فيها خلاص جمدت. اللي احنا قلنا بندهنها الاول علشان السمنه تجمد فيها شويه. اهي زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بقى بالخليط. السمنه البلدي جمدت عشان مدودي برضو. هننزل بقى حبايبي بالخليط اللي احنا عملناه. هو برضو سخن خلي بالكم برضو وانتوا بتحطوه برضو خلي بالكم. هنا بقى حاولنا نبططها وتبقى كلها بنفس السمك متساويه. طبعا يا حبايبي احنا هنسيبها مش اقل من ربع ساعه ترتاح قبل ما ندخلها الفرن. الفرن بيبقى درجه حراره 180 درجه. وانا هوريكم برضو تسويه البسبوسه في الفرن عشان تعرفوا ان كانت استوت ولا لسه. احنا هنسيبها ترتاح شويه ربع ساعه، اقل حاجه ربع ساعه. وبعد كده ندخلها الفرن على درجه 180 درجه. زي البسيمه كده ما قلنا بترتاح، وهي برضو دي بترتاح. والهريسه نفس النظام، لازم عشان كله يتشرب من بعضه قبل ما تدخليها الفرن على طول. السميد ياخد من السمنه وجوز الهند والطعم وكله علشان ما ينطرهاش يعني، كله يتشرب في بعضه كده. طبعا انا كان عندي كاجو عماله ادور عليه مش لاقيه. بعد ما خلصتها وخبزتها لقيته في وشي فحطيته بقى في الاخر. يعني انت كنت فين من ساعتها؟ يعني كنت فين؟ فطبعا المرحله دي اللي عايز يحط بقى لوز، اللي عايز يكون بندق، اللي عايز يحط السوداني واعمليه مجروش على كبير شويه ورشي الصينيه كلها تبقى حلوه على الوش، بتبقى جميله برضو والله. وهي من غير حاجه تتاكل كده والله تتاكل. احنا ساعات بناكلها كده من غير ما نحطها في الفرن. بصوا حضراتكم شايفين نحطها في الفرن كمان. والله انا باكلها من غير بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده استوت من بره ومن جوه في حته غامقه كده، دي معناها لسه اللي في النص لسه ما استويش. فهنكمل سواها تاني في الفرن. اول ما نلاقي الحته دي خلاص استوت هنولع الشوايه زي ما حضراتكم شايفين. ولعنا الشوايه وطلعنا بقى. بص لون الوش جميل ازاي. هنا بقى حبايبي بنسقيها بالشربات. كل ما تشرب معاكي اسقيها. اول ما تلاقي انها خلاص ما بتتقبلش شربات يبقى كده اخدت كفايتها من الشربات. بصي هي بتشرب ازاي اهي بتشرب. هنزود تاني حبه لغايه ما تكتفي من الشربات. طبعا هنعمل ايه دلوقتي حبايبي؟ احنا طافيين الفرن. هنغطي الصينيه باي حاجه عندنا وندخلها في الفرن المطفي لمده برضو 10 دقايق ربع ساعه. بس السخونيه اللي كانت لسه ربع ساعه كده هتلاقيها تشرب اكتر من الشربات وتطرى كمان معانا. اهي شايفين حضراتكم عامله ازاي؟ جميله جميله جميله. هي كده شربت خلاص. احنا هنغطيها وندخلها الفرن المطفي شويه. وطلعت لقينا بقى الكاجو الحمد لله طلع لي. الحمد لله طلع لي الحمد لله رب العالمين يعني. ورحت هنا رصيته كده بقى كمان. ايوه ورصيناه كده في كل مربع او مستطيل منها او حسب الشكل اللي انت حباه.
حطينا واحده كاجو كده. بصي دلوقتي اهو بصي وقطعناها الحلاوه بقى برضو. والجمال. جميله جميله جميله. وبصي من جوه عامله ازاي يا حبايبي، تحفه تحفه والشربات بقى فيها عامل ازاي تحفه ومستويه. وجميله جميله جميله. بصي عامله ازاي ما شاء الله. اهي بصي هتقع مني، شفتوا؟ شفت يعني عملت يعني انجاز وقعت. بصي حبايبي شكلها جميله، ويا رب كده تكون تعجبكم يا رب. والله اعتمدوها، واعتمدوها بقى إن شاء المقادير الله. دي هتطلع معاكم انجح بسبوسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تعملوها في رمضان يا حبايبي كده، ويتعاد عليكم يا رب الايام دي بالخير يا رب. بصي الجمال شكلها عامل ازاي، تحفه، لونها رائع رائع رائع، وطعمها كمان طعم ملوش حل بصراحه. يلا حبايبي نسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه حبايبي، مع الف السلامه. سلامه، مع مع السلامه. السلامه.